خاوتنا المغاربه لاعبين يضحكوا كيقولوا الاخر نربحوكم زوج ندفعوكم، حنا صارت لنا في لافي ونبداو نضحكوا. الحظ لعب شويه دور كبير جدا. السلام عليكم. انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد اكتساح المنتخب المغربي لمنتخب إفريقيا الوسطى ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025، والدراجي يصرح المنتخب المغربي فاز بالسحر. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز المنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد الفوز الساحق للمنتخب المغربي على منتخب إفريقيا الوسطى، ليتصدر المنتخب المغربي مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا ب12 نقطة بالعلامة الكاملة، وهذا الذي جن جنون الإعلام الجزائري، حيث صرح المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية منذ قليل، وقال: المنتخب المغربي دائما يستضيف كل مبارياته في التصفيات على أرضه، سواء في تصفيات كأس العالم أو في تصفيات إفريقيا، فهذه كولسة من الكاف، وهذا كله بسبب نفوذ المغربي فوزي القجع الذي يفعل المستحيل من أجل مصلحة منتخب بلاده. فالمنتخب المغربي دائما يفوز على مثل هذه المنتخبات وبنتائج كبيرة، وهي منتخبات ضعيفة. وشاهدنا المنتخب المغربي في كأس الإفريقية الماضية بالكوت ديفوار تم إقصائه على يد منتخب جنوب إفريقيا، فالمنتخب المغربي أصبح منتخب ضعيف للغاية. فيما صرح المحلل الجزائري علي بن شيخ وقال: هنيئا للأشقاء بالمغرب بعد فوزهم على منتخب إفريقيا الوسطى، فالمنتخب المغربي أصبح يفوز في مثل هذه المباريات بكل سهولة، واعتقد أن المنتخب المغربي سيفوز بكأس إفريقيا القادمة إذ استمر على هذا الحال. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في التعليقات.